علاش خاصك تكون ايجابي؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا اول حاجه نعرفوها هي واش كاين شي ربح من هذا الشيء، ولا نولي ايجابي غير في الخاوي. حيت بالطبيعه ديال بزاف الناس وانا منهم ما كنبغوش شي حاجه بلا مقابل ولا ما فيهاش ربح، حاجه عاديه. داكشي علاش غادي نشوفوا في هذا الفيديو شنو تقدر تستافد الا كنتي ايجابي، وشنو هو الربح الحقيقي سواء في هذه اللحظه هذه سواء مستقبلا. كيف العاده نبغي نذكركم ما ديرش لايك وما تابوناش باش ما يوصلكش الجديد ولا يستر صدق مستافد. نبداو. قبل من اي حاجه خاصك تعرف بلي الايجابيه تقدر تعتقك من الموت، والا كنتي مريض كتخليك تشافى بسرعه. كيف ما سمعتي كتعتقك من الموت وكتخليك تشافى بسرعه. انا نعاود لك واحد القصه واللي هي في الحقيقه تجربه علميه. هاد التجربه دارتها جامعه ستانفورد. جابوا 40 امراه مريضه بالسرطان، الله ينجينا وينجيكم. 40 امراه مريضه بالسرطان وقسموهم على جوج، 20 سماوهم المجموعه الف و20 سماوها مجموعه باء. هاد جوج مجموعات الف وباء خداو نفس العلاج الطبي ونفس الروتين ونفس الاجراءات الطبيه، يعني بحال من الناحيه الطبيه. ولكن المجموعه باء كانت عندها واحد الحاجه زايده، كان عندهم لقاء مره في السيمانه كدعم معنوي، يعني دعم نفسي. كيجلسوا مع دوك الناس اللي كان ديجا فيهم السرطان، الله ينجينا وينجيكم، وكيعاودوا لهم كيفاش صارعوا وكيفاش تغلبوا على المرض ونجاو بحياتهم. وفي الاخر النتائج كانت صادمه. المجموعه الف ومن بعد 20 شهر ماتت كامله، والمجموعه باء قدرت تشافى وكملت في حياتها مزيان. وهنا عاد فين بداو كينوضوا العلماء وكيربطوا ما بين الجانب النفسي والجانب الجسدي عند الانسان. المهم هذا غير مدخل للموضوع ديالنا، وتقدروا تقيسوا به الاهميه ديال الايجابيه في الحياه ديال الانسان. اجي شنو هي بعد الايجابيه؟ الايجابيه سيدي هما دوك المشاعر ولا المواقف ولا الافكار اللي كتبان لنا بالطبيعه الانسانيه بانها مزيانه وكيكون عندها تاثير زوين على الحياه ديال الانسان. انت غنعطيو شويه الامثله باش ما تلفش. بعض الامثله للمشاعر الايجابيه. كاين مثلا الامل. كاين شي واحد يكون عنده امل كبير في الله مثلا، ولا عنده امل كبير في المستقبل ديالو، يعني الامل واحد الشعور ايجابي. كاين مثلا الامان، الرضا، الراحه العاطفيه، ومازال كاينين بزاف. المهم هادو بعض المشاعر اللي هما ايجابيين. وفاش كنهضروا على المواقف الايجابيه كنلقاو التعامل الزوين مع الاخرين، التعاون، التآزر، التآخي، هادو كاملين مواقف ايجابيه. انا نعطيكم واحد المثال ديال واحد الانسان اللي كيتمتع بهذه الايجابيه. كتلقاه مثلا عنده امل كبير في المستقبل وباغي يعيش الحاضر اللي هو فيه وكيعتمد على الناس اللي دايرين به، وهاد خونا كيركز بنسبه كبيره على الحوايج المزيانه اللي واقعه ليه في حياته، وما كيعمرش راسو بالسلبيه والمشاكل والفضائح الى اخره. وحتى دوك المشاكل ودوك التحديات اللي كيخرجوا ليه في حياته راك عارف بحال اي واحد كيخرجوا له مشاكل ولا عراقيل في حياته كيعرف كيفاش يتجاوزهم، يعني كيعرف يدريبلي كما تنقولوا بالدارجه. خونا كيدريبلي مزيان، كيحل دوك المشاكل بواحد المنطقيه وواحد العقلانيه. كون متاكد بلي هاد خونا هذا عايش حياته مرتاح وكيتسنى المستقبل بواحد الروح وبواحد الطاقه اللي كبار. ودابا غنعطيك الاسباب علاش خاصك تكون انت ايجابي اصلا. اولا الايجابيه تقدر تعاونك باش دير واحد التغييرات في الحياه ديالك، وماشي اي تغييرات ايجابيه نيت وزوينه وفي صالحك. حيت كيف كنعرفوا كاملين باللي صعيب باش تغير ولا تحسن في حياتك الا كنتي محبط وسلبي. كيف كنقولوا بالدارجه حنا طايح عليك الضيم ولا مدمر هكا غتبقى ديما لتحت. ثاني حاجه الايجابيه كتعاونك باش تعزز، يعني باش تقوي الصحه العقليه والجسديه ديالك. وكاينه دراسات كتقول لك باللي الايجابيه كتقلل التوتر والقلق وضغط الدم، يعني داك ستريس ما كيبقاش ضاغط عليك وغالب عليك. مثلا كتلقى واحد هو دابا في 2023 وتيشوف 2040 شنو غادي ندير كيفاش غندير، ولا المشكله كاع الكبيره هو اللي كيرجع للور، تيرجع للماضي ديالو. كون غير درت هادي، كون غير قلت هادي، اش تاني ندير هادي. والمشكله الماضي داز وما يمكنلوش يغير فيه حتى غرام. داكشي علاش هاد الطاقه اللي كيضيع في التفكير في الماضي ويبقى يتحسر ويتباكى، فاش كتكون ايجابي كتقدر انك توظفها وتستغلها في المستقبل ديالك، يعني في الحوايج اللي غادي ينفعوك. نرجعوا للحساب ديالنا. ثالث حاجه الايجابيه كتنفعك حتى في الجانب الاجتماعي وفي الحياه الاجتماعيه ديالك، حيت الناس بالطبيعه ديالهم كيبغيو التفاهم والتعامل. داكشي علاش فاش يكون الانسان سلبي ومحبط ومدمر وكيتباكى راه كتلقى العلاقه ديالو محدوده في واحد ولا جوج، وشي مرات كيوصل للكآبه الحاده وما كتكون عنده العلاقه حتى شي واحد. وبالنسبه للناس وخصوصا لي جون ديال هذا الوقت اللي تيقول لك انا قادر نعيش بوحدي، حسن ليا بوحدي وانا ولي زكوتور، راكم عارفين الهضره ديال لي جون ديال هذا الوقت. نبغي نقول لكم بلي هذيك فكره غلطه.
الانسان بالطبيعه ديالو خصو يكون اجتماعي. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الفيديو ما غاديش يكون طويل، درتو غير حيت موضوع مهم وشفت بانه خصو يدار، خصوصا في هذا الوقت فاش ولينا نشوفوا السلبيه طاغيه على الوضعيه، والايجابيه والناس اللي كينشروا الايجابيه قريب يوليو منبوذين في هذا المجتمع، وهذا الشيء ما كيديش للخير. داكشي علاش غادي نقول لك كون ايجابي. تهلاو.